بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل معكم أيها الإخوان الحلقات عن صفة الصلاة، وقد كانت الحلقة السادسة قبل هذا عن تكبيرة الإحرام وفضلها وفضل إدراكها، وعن القيام لصلاة الجماعة بالنسبة للمأمومين متى يكون عند سماع الإقامة. فإذا استقمت أيها المصلي في الصف وأردت أن تدخل إلى الصلاة، فإنك تدخل إلى الصلاة بأمرين: النية مع تكبيرة الإحرام. والنية في الصلاة انعقد الإجماع على وجوبها عند الأئمة الأربعة وعند الأئمة المعتنقين لمذهب سيدنا علي والهادوية وغيرهم، فبالإجماع أن الصلاة لا تنعقد ولا تصح إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. غير أن النية هناك لها جوانب كثيرة اختلف فيها العلماء، فكل العلماء أجمعوا على أن النية محلها القلب، واختلفوا في التلفظ بها. فقال الإمام الشافعي: إن التلفظ بالنية في كل العبادات سنة، قياسا على حجة الوداع التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم بالتلفظ بنية الحج، وجاءه جبريل وهو في وادي العقيق وقال له: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: صل في هذا الوادي فإنه واد مبارك، وقل حجة في عمره. والقول هو اللفظ الدال على المعنى. فقاس الإمام الشافعي على الحي كل العبادات، وقال إن التلفظ بالنية سنة ليساعد اللسان القلب، فأن من الناس من ينوي بقلبه، من ينوي بلسانه، ولكن قلبه يفكر في شيء آخر. وإذا تعاون اللسان والقلب على نية كان ذلك أبلغ وأقوى. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: التلفظ بالنية بدعة. وقال الإمام مالك رحمه الله: التلفظ بالنية مكروه. ولكل دليل وتعليل، رضي الله عن الجميع ورزقنا الأدب مع الجميع. فمن تلفظ بها لا ينكر عليه، لأن عمله هذا وافق مذهبا من المذاهب المعتبرة. ومن اكتفى بالنية بالقلب لا ينكر عليه أيضا، لأن عمله هذا وافق مذهبا من المذاهب المعتبرة، ولا حاجة للتعصب. فإذا أردت أيها المصلي أن تنوي الصلاة، فعليك أن تستحضر بقلبك الكلمات التي تتكون منها النية. فمن الكلمات ما هو استحضاره واجب، ومن الكلمات ما يعتبر استحضاره مندوبا. وكلما كان استحضاره واجبا أو مندوبا فالتلفظ به سنة، كما قلنا على مذهب الإمام الشافعي. فالكلمات التي يجب استحضارها عند الدخول في الصلاة المفروضة هي كلمة أصلي، وكلمة واسم الصلاة الذي تريد أن تصليها، وكلمة فرض. هذه الثلاث الكلمات استحضارها بالقلب عند الدخول في الصلاة واجب: كلمة أصلي، وكلمة فرض، وكلمة اسم الصلاة. وتقول له: أصلي فرض الظهر، أصلي فرض العصر. ولأجل حصول ثواب الجماعة تستحضر كلمة مأموما أو مقتديا. ويجب استحضار كلمة الجماعة مأموما أو مقتديا أو إماما في 4 من الصلوات التي لا تصح إلا جماعة، وهي الجمعة
والمعادة والمنذورة جماعة والمتقدمة في المطر. فهذه الكلمات يجب استحضار نية الجماعة عندها، فإن الجمعة لا تصح إلا جماعة، فمن صلى الجمعة ونوى ولم يستحضر كلمة جماعة فإن صلاة جمعته باطلة. ويسن أن يضيف إلى هذه الكلمات الثلاثة والأربع كلمات أخرى يستحضرها أيضا مع النية، وهي عدد الركعات، وكلمة أذان، وكلمة مستقبل القبلة، وكلمة لله تعالى. فهذه 4 كلمات يسن استحضارها مع النية، وبذلك تكون النية الكاملة بالقلب فقط أو بالقلب مع اللسان، أن تقول أصلي فرض الظهر 4 ركعات أداء مستقبل القبلة لله تعالى مأموم الله أكبر. وبهذه النية تكون صلاتك صحيحة ونيتك صحيحة بالإجماع عند كل المذاهب. فإذا نويت هذه النية بقلبك فقط أو بقلبك مع اللسان، يجب أن تبقى مستحضر هذه النية حتى تكبر تكبيرة الإحرام. ويسمي الفقهاء ذلك المقارنة العرفية والاستحضار العرفي، وهذا هو الذي ممكن أن يطبقه غالب الناس. فتبقى مستحضر النية وتقارن هذا الاستحضار بالقلب مع أول جزء من تكبيرة الإحرام، هذا أقل شيء. وإذا أمكن أن تستحضر ذلك مع تكبيرة الإحرام كلها وذلك أكمل، وأكمل منه أن تستحضر الصلاة كلها عند النية وتبقى مستحضرها حتى تكبر تكبيرة الإحرام كلها. ويقال لذلك استحضار حقيقي أو مقارنة حقيقية، وفي ذلك صعوبة على عامة الناس. وقد حقق الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين هذه المسألة، وتكلم عليها الفقهاء بكلام طويل لا يحتاج إلى تفصيله هنا، ولكن الذي هو يهمنا وممكن تطبيقه لعامة الناس أن تستحضر النية كما ذكرنا وتبقى مستحضرها حتى تكبر تكبيرة الإحرام. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام فإنه يجب أن تتلفظ بها حتى تسمع بها نفسك. فلو كبرت تكبيرة الإحرام بقلبك فإن الصلاة لا تنعقد، إذ أن لتكبيرة الإحرام 16 شرطا، ومن شروطها أن تتلفظ بها حتى تسمع بها نفسك. ثم أنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام وجهرت بها حتى أسمعت نفسك، لا ينبغي أن تبالغ في الجهر بها حتى تسمع من في طرف الصف أو في الصفوف المتأخرة، مما يدل على أنك مصاب بمرض الوسوسة أو أنك خالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف الصالح والمشايخ الذين يربون أولادهم وتلامذتهم على الكتاب والسنة يعودونهم على ترك ذلك، وأنه لا يسمع منهم من الإمام إلا تكبيرة الإحرام فقط، أما المأموم فلا يسمع منه شيء أبدا إلا الأشياء التي يجب التلفظ بها ينطق بها، بحيث يسمع نفسه فقط. وبهذا يكون المصلي قد أدى النية وتكبيرة الإحرام على حسب السنة النبوية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في مختلف الأحاديث، والتي استنبط العلماء ذلك من مختلف الأحاديث ما بين صحيح وحسن وضعيف. ثم أنك إذا كبرت تكبيرة الإحرام ينبغي لك أن تعمل بالسنن المطلوبة عند تكبيرة الإحرام، وسنشرح ذلك في الحلقة الآتية إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نتحقق بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب